اخواتي، احلى صباح عليكم. الباشمهندس شرفنا النهارده اهو. جود جود. السلام عليكم. ف... فهو بكلمه بخصوص العمل ان يعني اللي يجي لنا ما يجيش يقعد يوم ويشتغل يوم والكلام ده. قال لك لا، الشغل عندي ما بيخلص، واللي عايز يشتغل اكتر من الشيفت بتاعه هو ما عندوش مانع. المهم ان انت يبقى انت ايه هو شغل. هو حابب المصريين عشان كده بيقول علينا الفراعنه. يعني هو بيقول علينا ان احنا مصريين قدماء، عندنا تاريخ ومصريين قدماء ومنبهر بشعبنا، وجه زيارة قبل كده بلدنا وشاف تاريخنا وراح شرم الشيخ. يعني الراجل معجب بالمصريين، يعني بيحب المصريين. فهو عاوز العمالة كلها تبقى معانا مصريين. هو يعني قاعد يقول لي كلام كتير من خلال الابليكيشن، وانا بترجم وقعدت اكتبه في ورقه، يعني علشان ايه ان انا اعرف واركز وكده. فدلوقتي هم عايزين على وجه السرعه عمال، وانا دلوقتي حالا ان شاء الله هخلص الفيديو معاكم وهنتنقل معاه للموقع. يعني هركب معاه السيارة العربيه ونتكل على الله على الموقع، نشوف كل حاجه هناك. هصور لكم كل حاجه على الطبيعه بامر الله. احلى صباح عليكم. I very love Yegipat. Very love Yegipat people. I love you. Yegipat. احلى صباح عليكم. اخواتي، يسعد صباحكم. في راجل مصري معانا من رشيد عامل موقف النهارده، فحبيت ان انا اخبركم بيه علشان الناس اللي هي جايه من مصر، يعني عشان اللي زي الشخص ده وشكله كده ما يجيش احسن يخليه في بلد عشان ما يتبهدلش ويتمرمط. ايه هو الحوار اللي حصل؟ معانا راجل هندي قاعد في الطابق اللي فوقينا هنا. تخيلوا بقى انتوا، يعني قاعد في الدور اللي فوقينا، مش معانا في الدور اللي تحت. احنا في الدور اللي تحت، الفيلا هنا 3 ادوار واحنا قاعدين في الدور اللي تحت، والهنود في الدور اللي فوقينا. والدور التالت ده متعدد الجنسيات بقى، باكستاني ده، مش عارف فيتنامي ده، ايه ده ايه ده ايه ده ايه. فالمهم المصري ده من رشيد عاوز شاحن، فالشاحن بتاعي انا عريض فما مش بيركب عنده. فهو جا طلب الشاحن من اخ هندي لينا هنا فوق، وجاب الشاحن وشحن. جه الراجل طلب الشاحن بالليل منه، اداله الشاحن. تمام تمام. يقوم المعلم بره الشغل، صح، اللي هو الهندي ده بره في شغله، بيشتغل دريفلي بموتوسيكل كده، طيار. يقوم طالع واخد الشاحن، فينزل يسأل، فيجي الهندي يشحن التليفون بتاعه ما يلاقيش الشاحن، فيسأل اخونا المصري اللي هو من رشيد ده على الشاحن. يقول له ما شفت الشاحن وما اعرفش شاحن وعمل فيها مستهبل. المهم مهندس جه، فالراجل الهندي اشتكى للمهندس، قال له هنا حصل واحد اتنين. فقام بتفتيش الحقائب، الشنط، يفتح الشنط ويفتش فيها، يلاقي الشاحن في وسط الشنطة بتاعت المعلم، مخبيه في قلب الشنطة. ده كده يعني مش عارف انا اقول ايه. ده بقى بيسوق سمعة المصريين كلهم اللي هنا، يعني مش مصري واحد بقى. مش، ما هو الحسنة بتخص والسيئة بتعم. فارجوكم من اللي جاي، وعشان ما يصرفش اللي باع بقى جاموسة عنده، واللي باع مش عارف دهب مراته، واللي عمل علشان يجي. فانا بقول له ما يجيش احسن، اللي هو بالشكل ده كده ما يجيش احسن، لان ده مش واجهه مشرفه لينا خالص. ده مبوظنا. الراجل عمال منبهر بمصر وبيحب مصر، وعمال يقول مصريين مصريين مصريين، ويتكلم على الاهرامات ويتكلم على شرم الشيخ، وانا رحت وانا زرت وانا ومنبهر ببلدنا. المفروض احنا نبقى واجهه مشرفه قدامه، ما نبقاش بالطريقه دي. لكن ده كده شيء صعب الواحد يصحى على خبر زي كده، يعني وهو عمل معاه اللازم، عمل معاه الصح يعني، وهيرجع على بلده عشان هو يستاهل كده. انسان مش كويس. مثل عندهم بقى، هو ترجمهولي على الابليكيشن، بيقول ايه: البصلة الفاسدة لو حطيتها في قلب صندوق بصل هتبوظ البصل كله. دي وجهة نظرهم فيه. احلى صباح عليكم. فاللي هو كده ما يجيش احسن من مصر، ما يتحركش من مصر. احنا عايزين ناس تاكل عيش بالحلال، ياكلوا عيالهم بالحلال. اللي هم ايديهم طويله دول ما يجوش احسن، يخليهم في بلدهم. احلى صباح عليكم.